السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين كله يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو صوتي بقى متغير شوية اعرفوا بقى ان البرد وعمايله، ربنا يا رب يشفينا ويعافينا جميعا ويشفي كل مريض، اللهم امين. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو بحب ان انا ارحب بكل حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني، وبقول لهم وجودكم كالعادة على راسي من فوق. واهلا وسهلا باي حد جديد في قناتي، بقول لهم شرفتوني ونورتوني. ولو لسه كده اول مره بتشوفي القناه بتاعتي يا ريت كده تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله في قناتنا المتواضعه عشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. طبعا قبل ما ابدا الفيديو كده كالعاده بحب ان انا اوريكم كده جزء كده من الطبيعه. عايزه اقول لكم احنا اليوم ده كنا بدري شويه، فحبيت ان انا اوريكم كده الخضره. انا بحب المنظر ده جدا. يلا بينا كده على بركة الله نسمي ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة كده عبارة عن ايه. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم كده اكلة سهلة وبسيطة، وهنعملها كده بطريقة مختلفة. اول مرة ان انا اعملها بالطريقة دي، بس عايزة اقول لكم ان الطعم بتاعها كان جميل جدا. لو وصلت بقى لعندي هنا من الفيديو يا ريت بقى ما تنسنيش كده باللايك الجميل بتاعك، وقولي لي كده رأيك الحلو في التعليقات. ولو لسه كده ما اشتركتش في القناة بتاعتي اشتركي كده وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا طبعا مستكة وحبهان كده، يبقى طبيعي ان انا ايه هشوح معاكم بقى لحمة او فراخ. ان شاء الله النهاردة انا هلوح معاكم كده فرخية بلدي كده. عايزة اقول لكم ان هي تربية ايدي، والطعم بتاعها كان ما شاء الله والله مش مجاملة. بس طبعا انتوا عارفين ان البلدي فعلا زي ما بيقولوا كده بالفلاحي، البلدي يوكل. هنا حطيت حبيتين حبهان ومستكة، وقطعت كده طماطماية وبصلاية وورق لوري كده، وهشوحهم كده الريحة بس بتاعتهم كده تطلع. هشوحهم زي ما انتوا شايفين كده، وهقوم نازلة بالفرخة بتاعتي طبعا تاخد صدمة كده من الجوانب، او ان انا اشوحها كده من جميع الجوانب. وبعد كده ههدي عليها النار، لان انا الفرخة بتاعتي كنت خارجاها من الفريزر متأخر شوية، لان انا ما كنتش عاملة حسابي ان انا هطبخ ايه في اليوم ده. بدل الحاجة موجودة عندي وخير ربنا موجود الحمد لله، ربنا يا رب يزيدها علينا نعمة. وكمان عندنا برد، نعمل بقى ايه فرخية حلوة كده بقى نشرب شوية الشوربة بتاعها. هنا حطيت الفرخة كده في الحلة تتشوح كده معانا. حطيت بقى نزلت عليها كده بشوية كده من الفلفل الأسود، وهبدأ إن أنا أشوحها كده من جميع الاتجاهات زي ما قلت لكم. هنزل كمان بشوية كده من الكركم، وهدي عليها النار لأن هي يعني تعتبر لسه متلجة أو ما تعتبرش، هي أصلا لسه متلجة. ههدي عليها النار خالص وهسيبها كده تستوي براحتها. طبعا الفراخ دي انا مربياها ومنضفاها على ايدي، بس طبعا ما جبتلكوش الفيديو بتاع التنظيف. وعامله لها كده خلطة نقع دقيق وليمون وطماطم وملح وسكر، ونقعتها فيها كده حوالي عن ساعة. وبعد كده شلت الفراخ بتاعتي وعملت لها تتبيلة حلوة قوي. حطيت بصل وفلفل اخضر وتوم، وضربت المكونات دي كلها مع بعضها كده في الخلاط او في الكبة زي ما انت عايزة. وبدأت ان انا امسك الفراخ بتاعتي ادعك جسمهم كله من جوه ومن بره بالتتبيلة اللي انا عاملاها دي، وخزنتها بالطريقة دي. عايزة اقول لكم عاطية للفرخة ريحة وطعم جميل جدا. انا اول مرة اعملها، بس انا واخده الطريقه دي من اختي وحبيبتي عمتي اخت جوزي، ربنا يا رب يبارك فيها. عملت التتبيله دي قدامي. عايزه اقول لكم ان فعلا فعلا تسلم ايدك. لو بتسمعي الفيديو بتاعي كده او بتشوفيه فعلا تسلم ايدك. هنا بقى كنت غليت كده ميه، وبعد ما الفرخه بتاعتي كده خدت تشويحه زي ما قلت لكم هنزل عليها كده بكوبايه كده من الميه المغليه، وهدي عليها كده النار. انا هنا كنت عليت النار عليها بس المية تغلي، لان كنت قافلة عليها بقالي شوية. ههدي كده عليها النار وهسيبها بقى مع نفسها، ونشوف بقى تاني وصفة كده هنعمل ان شاء الله كده الغدا بقى معاكم. زي ما انتوا شايفين بقى هنا كده ده الطماطم اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. مش عارفة انتوا فاكرينها ولا لا، بس لو ما انتش فاكراها حاولي كده ان انت تعملي مرور كده على الفيديوهات القديمة وتشوفي بقى طريقة التخزين بتاعتي انا كنت عاملة ايه ومخزناها ازاي. خرجت كده كيس الطماطم كده من الفريزر على طول متلج، احطه في الحلة كده على النار.
بالتلج بتاعه بحاله يعني طبعا، ومش هحط له ميه، هو هينزل الميه بتاعته عادي. هغطي عليه كده وهدي عليها النار واسيبها كده لعندي ما تاخد زي ما بيقولوا ايه نص تسبيكه كده معانا. حطيت الفرخه كده على عين زي ما شفتوا كده وهديت عليها النار، والطماطم بتاعتنا كده على عين التانية. هنفضل واقفين بقى على ما كل حاجه كده تستوي؟ لا، كل العيون كده شغليها في نص ساعة كده تبقى مخلصة الأكل بتاعك ومفيش وراكي أي حاجة. أنا هنا حطيت مية بقى للمكرونة، طبعا انتوا عرفتوا ان مكرونة مشكلة، يبقى أكلنا النهاردة هيبقى ايه؟ هيبقى كشري مصري إن شاء الله. إيه، غليت كده المية بتاعت المكرونة، حطيت فيها كده شوية ملح، وحطيت كده معلقة كده من الزيت. طبعا مية سلق المكرونة زي ما احنا كلنا كده عارفين، عشان عارفة ان احنا كلنا يا بنات شاطرين الحمد لله، لازم تكون المية مغلية او غليت جدا، يعني ما تحطش المكرونة والمية ساقعة. هنا كانت المكرونة بقى بتاعتي اتسلقت، كنت نقلتها كده على عين تانية كده عشان ايه احمر كده معاكم شوية عيش. جبت كده رغيف كده من العيش بتاعنا العادي، قطعته كده مكعبات او مثلثات زي ما انت حابة، وحطيته كده في الزيت. اول مرة اعمل العيش بالطريقة دي زي ما بتعمليه كده للفتة، بس احنا قلنا ايه تغيير كده يتعمل كده جنب الكشري، اللي عايز يعني ياكل منه كده إيه مع الكشري. انا اول مرة ان انا اعمله مع الكشري زي ما قلت لكم. في الفترة دي بقى بتاعت انا كنت شلت المكرونة وحطيتها كده في مصفى في الحوض، وحمرت العيش زي ما شفتوا معايا كده. طبعا الزيت اللي احنا حمرنا فيه هنحمر فيه البصل زي ما شفتوا معايا كده. انا جبت بصلتين وحمرتهم كده في الزيت اللي انا كنت محمرة فيه العيش، وبقى بالشكل الجميل او الكرمله الجميله اللي انتوا شايفينها معايا دي. عايزه اقول لكم ان ريحه البصل فعلا وهي بتتحمر والطعم بتاعه جميل جدا. انا هنا بقى الطماطم بتاعتي كانت خدت نص تسبيكه زي ما قلت لكم كده، حطيت عليها فرمتها كده في الخلاط، افرموها في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انت حابه. حط كده الملح بتاعك، وحطيت شويه كده من السكر، وهحط كده شويه من الفلفل الاسود، وعلى كده بقى وهسيبها مع نفسها كده لعندي ايه ما توصل للقوام اللي انا عايزاه. حطيت كده الغطا كده نص ميلان كده عشان البخار طبعا يطلع، لان الطماطم وهي بتتسبك ما ينفعش ان احنا نغطيها عشان بتفور. هنا بقى ايه خدت شوية كده من الزيت اللي احنا محمرين فيه البصل، وحمرت كده الشعرية بتاعتي، وكنت ناقعة كده كوباية من العدس. انا ما سلقتش العدس بتاعي، دي الطريقه بقى اللي انا بقول لكم ان انا اول مره ان انا اعملها، بس عايزه اقول لكم طلعت تحفه. كوبايه كده من العدس كنت نقعاها كده في شويه ميه سخنين، صفيت الميه بتاعتهم، يعني قعدت حوالي عن نص ساعه. صفيت الميه بتاعت العدس دي عشان طبعا الغازات، وصفّتها كويس، وقمت نازلة على الشعرية بعد ما الشعرية خدت اللون بتاعها الأحمر الجميل بتاع الرز، نزلت عليها كده اديت لها تقليبتين كده معاها، وبعدين كنت غاسلة برضو كوباية رز كده نزلت عليها، وحطيت كده ظبطت الملح بتاعي، وحطيت كده شوية كده من الكمون. طبعا الكمون اختياري لو انت حابة تحطيه او ما تحبوهوش. نزلت بقى بالمية بتاعتي كده بتاعت الرز او القعد بتاعي، ظبطته كده هغطي عليه بقى لعند ما يشرب المية بتاعته كلها، وبعدين ههدي عليه بقى ايه يتردد كده ايه مع نفسه بقى. انا هنا كنت نقلته على العين اللي ورا، وكانت الطماطم بتاعتي اتسبكت او وصلت للقوام اللي انا حباه. هنا بقى ايه قلت ان انا اعمل الدقة بالمرة كده واحنا واقفين، يبقى كل حاجة كده على عين ونخلص اكلنا كله مع بعض. هنا جبت برضو شوية زيت برضو من اللي احنا محمرين فيهم البصل، نزلت كده بالمعلقة كده من التوم المفروم. نزلت كده برضو بشوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الكمون، وهنزل عليهم بقى بعد ما ياخدوا تشويحة كده معايا، هنزل عليهم كده بشوية خل، وهزودهم كده شوية مية، وهحط شوية ملح كده، وكده تبقى التتبيلة بتاعتي او تبقى الدقة بتاعتي كده جاهزة. عايزة اقول لكم ان النوع من التتبيلة دي او من التتبيلتين او الدقتين اللي احنا هنعملهم، دقة الشطة ودقة التوم، ممكن يتعملوا على السخن وممكن يتعملوا على البارد. يعني انت ممكن تعمليها زي ما انا عملتها كده، وممكن تعملي كل الحاجات دي كلها مع بعضها كده باردة وما تحطهاش على النار. الاتنين ما بيفرقوش كتير يعني في الطعم. هنا بقى جينا هنا بقى للدقة بتاعة الشطة، كنت حطيت كده شوية من الشطة
في شوية برضو من الزيت برضو اللي بتاع البصل. عايزة اقول لكم ان زيت البصل ده انا بكتره عشان استخدمه في كل حاجة في الوصفة بتاعتي. حطيت شوية زيت وحطيت كده بعد ما سخنوا قمت حاطة كده شوية من الشطة ونزلت عليهم كده بمعلقتين من الصلصة، وكده كده الصلصة بتاعتي عليها الملح، وكده كانت الدقة بتاعت الشطة جاهزة معايا. وزي ما قلت لكم ان هي تنفع ان انت تعمليها باردة وينفع ان انت تعمليها سخنة، الاتنين حلوين. هنا بقى كان الرز بتاعي كده تشرب المية بتاعته. عايزة اقول لكم هو مش معجن ولا حاجة، والله مفرفر، والعدس ما شاء الله ولا مهري ولا اي حاجة. انا هنا كنت عايزة اوريكم العدس بس شكله مش واضح قوي. العدسية مستوية بس مش مهرية، يعني ماسكة نفسها كده، والطعم فعلا بتاعها جميل. ان شاء الله مش هعمله كده على طول. ده بقى كده الرز بتاعي كان استوى زي ما شفتوا معايا. هغطيه كده او هحط الغطا بتاعي برضو مايل كده عشان لو في اي بخار يخرج. وهنا بقى كانت الفرخة بتاعتي الجميلة استوت وحمرتها زي ما انتوا شايفين كده. والعيش بتاعنا بقى القمر اللي احنا محمرينه، عايزه اقول لكم انه طعمه جميل جدا. وهنا كان الكشري بتاعي زي ما انتوا شايفين غرفته في الاطباق. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما خلصت كل حاجه حطيت كله في حله واحده وقلبتهم وبقيت اغرف، يعني ما حطيتش المكرونه لوحدها والرز لوحدها، وكده كده مفيش الا المكرونه والرز، انا كده كده حاطه العدس على الرز، بس انا حطيتهم كلهم في حله واحده وقلبتهم مع بعض وحطيتهم كده على نار هاديه يترددوا زي ما بيقولوا كده مع بعض. انا هنا كنت خلصت الاكل بتاعي، غرفت كده الصلصه زي ما انتوا شايفين كده، حطيت صلصه في طبقين، والفرخه بتاعتي حمرتها زي ما انتوا شايفين كده، حطيت طبقين كده من الكشري. والدقه بتاعتي دقه التوم ودقة الشطة، والبصل بتاعي بقى اختياري للي عايز يزود او اللي مش عايز. وده كان الاكل كده بتاعنا بتاع النهاردة. يا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم. يا رب الفيديو بتاع النهاردة كده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو او وصلت للدقيقة دي كده من الفيديو، يا ريت ما تنسنيش باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو في التعليقات. ويا ريت كده تشيري كده الفيديو مع اصحابك عشان الفيديو بتاعنا كده يوصل لاكبر عدد كده من المشتركين، او يوصل كده لاكبر عدد من الاخوات. بحبكم في الله يا اغلى اخوات. يا رب اكون بفيدكم كده ولو بمعلومة بسيطة. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة كده استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله.